تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بعد الفارس. جراجات غير مؤهلة لخدمة المواطنين وحافلات وسيارة أجرة تزعج السائقين والركاب. هذه هي حقيقة القطاع العام في كركوك. نظام النقل العام في 2025 أقل خدمة من الخدمات التي كانت تقدم في السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم، فهي بحاجة إلى تفعيل نظامه وتوفير حافلات كبيرة وحديثة. أما سيارات الإجرة فهي أيضا ليست بالمستوى المطلوب، فرغم زيادة أعدادها فالركاب يعانون مشاكل في النقل. وظهرت في الآونة الأخيرة في كركوك تطبيقات على الموبايل، وشهدت جدلا واسعا حول هذه التطبيقات، والتي أصبحت وسيلة شائعة لدى المواطنين للتنقل السريع والآمن. عدد سيارات التاكسي في كركوك يتجاوز 46 ألف تاكسي، في حين بإمكان تنظيم هذا العدد في 10,000 سيارة فقط حسب مختصين، ما أثرت بشكل كبير على الازدحام الحاصل داخل المدينة. ارتأينا أن نستضيف السادة وحد الدين محي الدين ممثل نقابة العمال في العراق، ورسول عبد الكريم المتحدث باسم اتحاد تاكسي كركوك للحديث عن أزمة المواصلات ومشاكل التاكسي في المحافظة. لنبدأ. بداية شكرا لتلبية الدعوة وحضوركم في إحدى حلقات برنامج بعد الفارزة للحديث عن مشاكل النقل والمواصلات في كركوك. شكرا جزيلا. أبدأ وياك أستاذ وحد الدين، يعني بصورة عامة أبرز التحديات التي تواجه النقل في كركوك. طبعا أنا باسمي وباسم اتحاد نقابات عمال في كركوك أشكركم شكر الجزيل لإتاحة الفرصة أن حتى نشارك إخواننا وأبنائنا وزملائنا في إيجاد الحلول اللازمة في معاناتهم التي تسودها الأيام أبناء محافظتنا العزيزة، وإن شاء الله نوصل إلى حل مقتنع من كل الجهات بطرح آرائهم ومشاكلهم، وإن شاء الله نوصل إلى حل مقنع للجميع. إحنا مشكلتنا طبعا بالنسبة للمشاكل التي تواجه قطاع المواصلات بصورة عامة. القطاع المواصلات إحنا دائما نشوف أكثرية الآليات السيارات اللي تعمل داخل المحافظة وخارج المحافظة. خارج المحافظة كانت عندنا مشاكل كثيرة، وخاصة أكو عناصر أكو جهات أو أشخاص معينين كان يروحون يعملون خارج جراجات المخصصة للنقل، وخاصة جراج بغداد أو جراج سليمانية أو جراج أربيل أو جراج موصل. النقل الخارجي. النقل الخارجي هاي عن طريق المرور وعن طريق الجهات المعينة، هيئة النقل، قدرنا أن نحدد هذه المشاكل بإخراج مفارس خاصة خارج السيطرات خارج المحافظة. قدرنا أن نجعل هذه الحركة نشللها، يعني بحيث ما خلينا يتسع. هذه المشكلة هسه توسعت، صارت ضمن الخطوط الداخلية بين الأقضية والنواحي. قبل يومين ثلاثة صارت عندنا حالات اجوا يشتكوا علينا، عندنا لجان نقابية في جميع ساحات العمل، ساحات النقل. عندنا ساحة الحويجة هم صارت عندنا إشكالات بأنه أكو جهات أكو أشخاص يجون يقبطون مثل ما يقول، يعني يصعد نفرات يروح بدون ما يلتزم بالصرة أو يلتزم بالعدد المخصصة من السيارات اللي العائدة لهم. ولذلك هم فاتحنا مكتب السيد المحافظ، فاتحنا مجلس المحافظة للحد من هذه الظاهرة. احنا ما نتمنى هاي شغلات تتوسع، لأن احنا نعتبر أي واحد يشتغل سائق تاكسي من أبنائنا من إخواننا هذا مصدر رزقه، لأن هذا حكم عمله وحكم معيشته، بأنه عنده سائق تاكسي. هذا تلقى سائق التاكسي هم مثلنا، هم كان يجوز عنده شهادة، يجوز عنده فرد مهنة، بس إنه حكم عمله ماكو فرصة للتعيين، ماخذه مقتنع برزقه. حال العامل اللي يعمل في أي مكان هذا عنده سائق تاكسي، لازم هم إحنا نراعي، إحنا كاتحاد نقابة عمال ونقابة النقل نراعي شؤون هذا العامل سواء بالداخلي أو بالخارجي، لأن هذا مصدر رزقه، ومصدر رزق معيشته، ومصدر رزق جهاله. ولذلك إحنا نراقب
كل صغيرة والكبيرة، وهذه مراقبتنا وشعورنا وهذه المشاكل عن طريق من يجي، عن طريقهم هم. يعني احنا ما نقدر نخلق فرد مشكلة إلا هم يظهرون، إلا أما هم يجون يبادرون بإيصال هذه المعاناة. احنا نعتبر نفسنا كمحامي مجاني إذا يعتبروا بهذا الأسلوب، حتى نقدر نسد أو ما ننطي الثغرة الكبيرة يتوسع ويأثر على رزقهم ورزق معيشتهم. طيب اليوم أكيد يبادرون، يعني يبادرون نعم. بهذا الموضوع والحل يمكم أكيد. هل هناك جهة رقابية تسيطر على هذه الظاهرة لحل هذه الظاهرة؟ أستاذ العزيز، أو من هي الجهة الرقابية؟ هسه الظاهر مثلا هيئة النقل عليه مراقبة عملهم، يعني يحاسبهم على الإجازات، يحاسبهم على التجديد الهوية، يعني هذول اللي يشتغلون الداخلي. بس إحنا كنقابة نشوفها شغلة ماشية الأمور، بس شنو كهم بعيدين عن النقابة. هسه خاصة السواق التاكسي الداخلي، يعني هم بعيدين. هسه أكثريتهم ما يعرفون منو المسؤول عنهم، عن أحوالهم، عن معيشتهم، أو من يصير عندهم فرد مشكلة يا جهة يسمعهم ويقدر يساندهم أو يقدر يوقف وياهم، أو اللي ما منو اللي يقدر يوقفهم بشكل رسمي أو كحكومة. يعني ما يعني مثل ما يقول باحتراماتي مثل الضايعين. احنا نتمنى من هذا الباب، من هذا المنطلق، طيب من هي الجهة نتوحد. طيب من هي الجهة التي يعني تتمكن احنا نعتبر أن تدافع؟ نفسنا استاذ، احنا نعتبر نفسنا قانون التنظيم النقابي 52 عام 1987 صنف الأعمال، صنف المهن إلى نقابات. مثلا شلون فيتر عنده نقابة الميكانيك، شلون أبو المطعم عنده نقابة الخدمات، السائق عنده نقابة النقل. طيب سواق التاكسي لديهم ارتباط معكم؟ لحد الآن سواق التاكسي بس اللي خارجي عندنا لجان نقابية، هم اللي هسه ينظمون السير، ينظمون الحركة، ينظمون حتى بيناتهم الصلة. يعني اكو رئيس لجنة احنا مختير من عندنا مخليني بكل الساحات، حتى الساحات الداخلية. طيب والداخلية؟ ساحة رحيم عاوة، ساحة بنجعلي، اكو لجان نقابية من عندنا من ضمن السواق. احنا ما نجيب واحد من خارج اللجنة او من خارج السواق، كل سايق نخليه يرشحه يصير رئيس لجنة، هو اللي ينظم. هو من ينظم الرئيس لجنة شنو شغله؟ بانه يحاسب اي واحد ما يجي يصير يدخل بالصرة. انت من ضمن الموجود عندك يعرف انه كم سيارة عنده ضمن الساحة ضمن الخط، ما يصير اي واحد يجي يدخل للخط او يروح يبدل خط. هذه الشغلة كلها رئيس اللجنة النقابية الموجودة في الساحة. مع احتراماتي لحد الان النقل الداخلي مثل ما يقول شغلتهم الضايعة، هم يعني لحد الآن ما عندهم فرد جهة أو فرد لجنة يقدر ينظم أعمالهم. هسه تشوف بعض المرات يحكي هنا وهناك من غير ما مسموع كلامهم. إحنا من داخلنا من نشوف هاي الأمور إحنا نتأثر، يعني ما نقبل الأمور، لأن إحنا اللي يهمنا حتى لو ما منتسب يمنا، إحنا كقانونا نتحمل مصير هؤلاء الإخوان، هؤلاء مثل ما يقول من عندنا. احنا لازم نفكر بانه مصيرهم ونفكر مستقبلهم ومعيشتهم. استاذ وحدة الدين، لدينا اتحادات، لدينا نقابات، لدينا هيئات، يعني يرتبطون باي جهه. يعني عندنا كومه مشاكل، هم لديهم كومه مشاكل وكومه نقابات وهيئات واتحادات. ايهما حكومي؟ ايهما تدافع عنهم؟ احنا ما نقول لك كان اتحاد نقابات العمال في العراق هي هذا الجهه الحكوميه، هذا الجهه الرسميه العامله ويا الدوله ويا سياق الدوله. احنا قانون يربطنا وقانون يوحدنا وقانون يخلينا مجار عملنا. انا هسه ما اقدر اقول بانه السواق عادي الا ضمن القانون. القانون مثل ما قلت لك اكو قانون التنظيم النقابي، السواق ضمن القانون على نقابة النقل. وأنا أتمنى من هذا الجلسة المباركة يوحد صفوفنا ويوحد كلامنا ويوحد مطالبنا حتى نقدر نسمع. هسه مثلا إذا تروح هسه أنت للسيد المحافظ أو للمسجد المحافظ، يابا أنت شنو صفتك أو أنت مرتبط مع من؟ ما يعرفون. يعني هسه تريد تفاتح أي جهة رسمية ما عندك فرد كتاب رسمي تفاتحهم، شو تقول؟ بس كلام احنا كاتحاد او كذا. هذه الشغله ما يفيدنا وما يوحدكم، ما يقدرون توصلون على مرامكم. هذه شغله اني اخويه واتمنى هذا
ناخذها فرد مثل ما يقول خطه عمل حتى نقدر نعمل بها على المستقبل الاخر. انتم مستعدين؟ مستعدين نعم. طيب شكرا جزيلا استاذ وحد الدين. اهلا بك من جديد استاذ رسول. عدا التطبيقات سناتي عليه التطبيقات، هناك قبل ايام تظاهرتوا امام المبنى وتظاهرتم في اماكن اخرى ضد التطبيقات الموجوده على الموبايل. ما هي مشاكلكم بصوره عامه؟ اولا السلام عليكم، نشكر قناتكم الموقره على استقبالنا وعرض مشاكلنا للعامه ان شاء شكرا الله. جزيلا. ونشكر ضيفك الكريم استاذ وحد الدين الممثل عن اتحاد نقابات العمال. استاذ احنا عامه يعني مشاكلنا يعني مو هسه بس هسه هذا طلع للراي العام لان ما حد كان احدى المشاكل. هاي احدى المشاكل. كوما مشاكل موجوده، هاي احدى المشاكل. كوما مشاكل. يعني احنا هسه كشباب بدال ما نتجه على طريق غلط او شيء رزق حلال معتمدين على هاي السياره وضروريه لكل المواطنين. اكيد نعم. اكيد هذا يعني هذا مصدر رزقنا الوحيد مثلا خلينا نقول. طيب احنا اول شيء واجهنا يعني من صار شو اسمه قضيه داعش وهاي وقت وجو النازحين هم مجبورين خطيه. طيب زين فمن اجوا كل واحد قام يشتغل وهاي يريد يعيش عائلته مجبورا يعني احنا تضررنا بهاي يعني جدا فوق ما تتصور يعني هم كنا نطلع ما نقدر نشتغل. زين ووراها اجتي انه احنا سياراتنا مسجله بمديريه عامه الكركوك مسجله بصفه رسميه وطالعت لنا سنويات وهاي. زين بس تفاجئنا ب 2019 طلعت لنا سالفه الاضباير والجمرك. يعني انا مثلا اشتريت سياره رحت دقيت لها لوحات واستلمت سنويه كامل حسب الاصول، بعت واشتريت تتحول السياره 2019 طلعت لنا سالفه اضبار. يعني اني واحد من الناس وكثير من الناس استاذ شيرزات همين نعم يعني هم واجه هاي الحاله. انا اشتريت سياره انا رقمتها بوقتها الارقام كانت تسقيط، اشتريت رقم اتذكر ب 32 ورقه والسياره انا بعتها ورا 5 سنين 6 سنين رجع لي الشخص البايعه له رجعني طالب بحقه لان السياره ما جاي تتحول ما بيها ضباره. زين انا قمت هاي المشاكل بس السيارات التاكسي الاجره لو السيارات الاخرى من على الاكثريه الاجره على الاكثريه يعني صارت سيارات يعني تعرفون انتم الملكات وهاي. اي نعم. بس على الاغلب سيارات الاجره يعني كانت اكو سيارات حتى جمرك ما بيها. يعني واحد اشتراها مثلا داخله من الاقليم مرقميه هنا. زين هذا الانسان من يروح يعني من طلعت هاي ورا 2019 يروح يدفع 35 ورقه جمرك، يجي يدفع تقريبا 16 ورقه بمعدل 2,010,000 تقريبا مال اضباره. يعني هاي كلها خسائر سائق التاكسي اللي واجهها بس ما حد اتطرق لها وما حد يعني تظاهرنا وقتها. يعني المفروض هاي الحكومه كانت تلقى لنا حل هاي السالفه، مو المفروض اني ادفع اغلاطكم انتم. طيب تظاهراتكم امام مجلس محافظه كركوك او اداره كركوك، لماذا لا تذهبون الى الجهات المعنيه؟ هناك نقابات، هناك اتحادات، نعم. هناك هيئات. نعم احنا اول مظاهره طلعناها باشراف اخونا الكبير شيرزاد هو نعم. مسؤول جروبنا. اول مظاهره رحنا للهيئه مال كركوك استاذ ابو زينب يعني استقبلنا قال انا ما طالع بيدي شيء، انا وياكم اتحد وياكم نروح للمحافظه. طيب يعني هو الانسان اجى يعني عنده مطالبات ومسوي يعني بصفه رسميه ومشتكي وهاي حتى رايح للمحكمه. المحكمه قال انت لازم تجيب لي شخص او فد اسم انا اشتكي عليه، كيان ما يصير انت هيك جايب لي اسم تطبيق تشتكي عليه. فاستقبلتنا ست انتصار مشكوره يعني استقبالها كان جيد جدا. فوعدتنا ببعض الامور قالت ان شاء الله احنا نتناقش هاي السالفه ويا سيد المحافظ. فاحنا ان شاء الله منتظرين، هم قالوا انطونا مهله منا للاحد، منتظرين نشوف شلون يعني يصير. يعني اكو تطبيقات هسه جاي تشتغل يعني بدون موافقات بدون اي رسميات. وهسه تطبيق جديد داخل الكركوك يعني هذا التطبيق خصوصا كلش اذى سواق التاكسي. يعني هسه انا كسائق تاكسي اتاذى من عدد الكثره العدديه لسيارات التاكسي. يعني احنا بواقع 46,000 تاكسي مسجله بالهيئه، واقع 16,000 تاكسي يشتغلون داخل. زين هذا غير الخطوط الخارجيه اللي يجيب يذب عبريته زين لحد ما يجي السره ماله يطلع يشتغل بالداخل، وغير السيارات الخصوصي والموظفين. هاي هسه اجانا هذا التطبيق يسجل خصوصي يعني
علنا يسجل خصوصي. هذا ياثر على شغلنا احنا كسواق تاكسي. يعني احنا ندفع نتحاسب، ندفع هيئه، نتحاسب على كل شيء. يعني هسه انا كسائق تاكسي سيارتي صفرة، من اطلع من اي سيطره خارج كركوك الهيئه واقفه تغرمني 60,000 دينار عراقي تغرمني، لان عملك داخلي، لان اني جوال، احنا نسميه جوال. بس سيارات الخصوصي جايه تشتغل وتروح وتجي ما حد يقدر يحاسبه. هذا من هاي احنا شلون ما حد يقدر يعني؟ وشنو عمل الهيئه يعني والاتحادات؟ الهيئه شغلها احنا ارقامنا واسامينا كلها موجوده يمهم. يعني يقدر يحاسبني بصفه شخصيه، اذا ما لحق يعني يلزمني يقدر ياخذ لي صوره او يحفظ رقمي يغرمني. هذا لازم اكو تنسيق بين اداره المرور والهيئه. طيب هل هناك نظام يعني للعمل للسيارات التاكسي الداخليه؟ هل لديكم نظام؟ حاليا نظام اي سياره الجوال لازم يعني نظام حاليا ما بقى لكثره العدد التاكسيات. يعني انت حاليا منين جايين هاي السيارات؟ مو من يعني سيارات عراقيه؟ احنا هسه كاقليم كردستان سيارات تاكسي كردستان، سيارات تاكسي كردستان اعلى موديل سجلوه 2014. يعني ماكو اقل من 14. لا وقفوا تسجيل تاكسيات خلاص، بعد خلاص، لان ما يريدون عدد تاكسي يزداد. لان انت عندك هاي البقعه مثلا خلينا نقول كمدينه اربيل عدد سكانها هالقد، زين، يعرفون ايش قد سيارات اجره تكفيهم. طيب كركوك تكفي كم سياره تكفيها؟ كم سياره يعني تاكسي تكفيه؟ كركوك يعني هسه حاليا حتى انا ما انتظر ترى، يعني انا اريد سريع امشي. لا انا من الدوام دا اطلع وسياره موجوده. استاذ هسه انت بس تطلع تاشر 10 تاكسيات يوقفوا لك، يعني عدد هوايه، العالم على رزقها، زين. يعني بالزايد 8000 تاكسي كلش زايد على كركوك. احنا 16 نشتغل جوال حاليا، يعني اكو جوال خارج كركوك همين، بس 16 الموجودين بكركوك 16000 تاكسي، وغير خلينا نقول فد 10000 تاكسي يشتغل هيك ذول جماعه الخط اللي يجون يشتغلون بكركوك. طيب اني ارى يعني سيارات تاكسي داخل كركوك هناك ارقام خارج مدينه كركوك عدا اقليم كردستان. نعم. يعني ارقام اخرى. نعم. بغداد، دياله، صلاح الدين، نجف موجوده، شلون يقدرون يشتغلون؟ هذا يعني قبل سالفه يعني قبل 2014 اوضاع كانت مو زين، ما كانت موجوده. بس هسه حاليا اكو اشخاص ما عندهم امكانيه. احنا نعرف اكو اشخاص هوايه، عوائل هوايه جت الكركوك بالجديد جابوا سياراتهم وياهم، بس اكو هسه اشخاص يعني من كركوك يروح يجيب فرق السعر لان ما يقدر يشتري السياره، يجوز غاليه علينا، يجوز فرق سعر يجيب من غير محافظه يقدر يشتغل بها هنا. يعني هو من اهل كركوك اشترى سياره من غير محافظه جابها واشتغل بها. يعني انت تقدر تشتري سياره من بغداد وتشتغل هنا؟ اي عادي اشتريها، واذا شو اسمه السنويه مالته موحده اقدر حتى احولها بمرور كركوك. طيب يعني ماكو اي رقابه على هاي المشاكل؟ هذا حاليا ماكو. هو يعني هاي سبب زياده السيارات التاكسي بكركوك؟ مو بس هذا السبب الاساسي. شو اسمه يعني قبل فتره مدير اداره شو اسمه مرور كركوك اصدروا قرار انه وقفوا تسجيل تاكسيات بعد ماكو تاكسيات. بس لاحظنا ورا كم شهر التجار جابوا السيارات قاموا يراقبون، زين. يعني هذا اثر علينا كلش سلبا. يعني احنا فرحنا لهذا القرار. هسه اقليم كردستان بالجديد سوى انه جاب موديلات جديده ضاف، بس شلون انت تقدر تسوي سياره جديده تاكسي؟ لازم سيارتك القديمه تسقط رقمها تخليها على سيارتك الجديده، وسيارتك التاكسي القديمه تصير خصوصي، يعني العدد ما راح يزداد. يعني هاي وحده من المشاكل. احنا عندنا مشاكل بعد اخرى. يعني احنا ما عندنا يعني مواقف خاصه. مثلا هسه اي سوق او مول او فد مكان خط خاص لسواق التاكسي. يعني مثلا تجي تريد توقف تشيل كروه او تنزل، مرور يحاسبك. هسه انا ذاك اليوم استاذ شيرزاد كان مصور باربيل، مرور عاف سواق التاكسي سيارات تاكسي طابقه، غرم ابو الخصوصي لان هذا الموقف خاص للتاكسيات. يعني طيب انتم تشوفون سيارات خصوصيه تشتغل؟ انتم شايفين؟ استاذ شوف، احنا كنا اداره كركوك كمرور محافظات كلها تحسدنا عليهم. ليش يحسدونا؟ لان اي محافظه تروح لها تلقاها يعني مو بقوه المرور مال كركوك. شلون يعني كان اكو محاسبه للسيارات الخصوصي اللي تشتغل من ذاتها. يعني
احنا كنا كل الشاكرين جهودهم هاي السالفه، كانوا مرات يعني من يقولون من نطالب او فشي يقولون عددنا قليل، بس هسه ما شاء الله هاي الشباب العقود الجديده العدد صار كلش هوايه وكلش يكفي كركوك زين، فهم يقدرون يحاسبون. بس حاليا بالتطبيقات صار شغل تاكسي، يعني انت ليش معنى كنت تحاسب ابو الخصوصي اللي يشتغل من ذاته، هسه من صار تطبيق ما جاي تحاسبه، لازم اكو فد كتاب رسمي او فشي من سياده مدير مرور كركوك للجهات الامنيه، مثلا الامن الوطني، هاي الشركه بصفه شنو جاي تشتغل؟ شلون جاي تسجل؟ الشركه خصوصي؟ احتمال لديها اجازه، احنا بحثنا عن هذا الموضوع. نعم. توصلنا الى حقيقه بان الشركه لديها اجازه رسميه في العراق، استاذ بامكانه العمل باي محافظه. احنا استاذ مو بشركه واحده، شركات، نريد ما نجيب اسامي. نريد نتطرق الموضوع انه احنا مو ضد التطبيقات، التطبيقات هي يعني جاي تخدم اهل كركوك همين، بس احنا ضد انه يشغلون ناس خصوصي، لان انا ذكرت لك قبل شويه عدد التاكسيات اصلا هوايه، فانت من تجيب تضيف عليهم خصوصي همين يشتغل، والخصوصي ما محدود، يعني ايش قد ما تريد 1000 2000 3000 راح يشتغلون، هذا راح يصير عبء على كركوك. طيب شكرا جزيلا استاذ الرسول، ساعود اليك. استاذ وحده دين اعود اليك. نعم. يعني هناك تطبيقات في كل الدول، تطبيقات على الموبايل للعمل على تاكسي، هاي التطبيقات ليش صار مشكله بكركوك والعراق بصوره عامه؟ والله استاذ العزيز، احنا دائما قبل ما نحكم على اي تطبيقات احنا كنقابات نفكر بانه وراء ناس يريد يعيش، يريد بانه يلقي مصدر رزق. انا ما اريد اقولهم مثلا اذب اللوم عليهم او اذب الذنب عليهم. احنا قبل ما نحكم عليهم يجب ان نعرف بس شنو يبقى شيء واحد، بانه اختصاص السائق التاكسي يعتبر كاختصاص يشتغل بانه داخل المحافظه وعليه نقل المسافرين. اي تطبيق من يجي بانه يريد يسحب هذه الصفه الى لازم هم يكون من هذا الباب، يعني لازم ان يكون سائق التاكسي هذا معيشته ورزقه، مثل ما نريد نكرر مره ثانيه بانه يتعامل لنقل المسافرين ويا سائق التاكسي، وانما يجيب جهات اخرى واصناف اخرى يشغلها بهذا الباب. احنا ضد هذه النقطه، لان احنا نريد بانه نكون عند حصن ان الناس اللي نمثلهم، اللي نمثل احنا سائق التاكسي، يابا انت تريد تنظم كرابطه، كتريد مجموعه، كاي شيء كان تريد تشكلها بانه تشكل من الناس اللي مختصين. مثلا انت تريد تنقل الناس المسافرين تجيب سواق تاكسي، ما عندنا مانع، بس وانما تجيب اشخاص او جهات وسيارات عديده وتشكل بالموضوع هذا، احنا ضد هاي الفكره. احنا قبل ما اجي هنا احنا ناقشنا برئاسه الاتحاد، احنا داعمين على هذا، بس وانما بضد كل من يجي يصير ضمن هذا التطبيق. نعم. التطبيق لديه مشاكل، التطبيق عنده مشاكل، احنا ما نريد غيابيا، خلي يكون واضحين. بعدين كتطبيق يجب ان يكون ممثل من عندنا، احنا ما دام نمثل ناس فقراء ونريد نراعي امورهم ومعيشتهم، يجب ان يكون احنا ممثل من عندنا وياهم. يعني شنو احنا نكون حلقه تواصل بيناتهم. احنا يصير انت تعمل غيابيا، والله الرابط قال لك تروح فلان مكان وتعال اكسب، تعال جيب، تعال قدم، كله غيابيا. لا، احنا نريد شيء مكشوف، انت تعرف بانه مسؤولك منه. بعدين احنا النقطه المهمه، احنا كنقابات لازم ان نفكر بانه مصير هذا اللي يعمل وياهم السائق هذا، اذا حصل له فرد مشكله لا سمح الله قضاء وقدر، صار حادث، توفى، شو يكون مصيره هذا؟ يعني انت هذا وينتهي علاقتك؟ احنا كنقابات نفكر مصلحه هذا السائق اللي يعمل وياك سنين، هذا اذا يستمر عمره وياك، هذا ضمان شنو؟ ضمان اطفاله شنو؟ ضمان عائلته شنو؟ هذه الامور من واجبنا من صلب عملنا بان نكون شركاء بهذا العمل وياه. اي واحد يجي بانه يريد يعمل بالمحافظه لازم ان يكون تواصله ويانا كنقابات. احنا شلون نقابات في كل مهنه بانه احنا متواجدين بتواصل ويا صاحب العمل والعامل نفسه، هذا طيب نعتبره شيء يعني اهم. اغلبيه السيارات التي تعمل مع هذه التطبيقات سيارات خصوصيه. هاي النقطه احنا تشارجر وما ادري شنو بعد. اي استاذ العزيز، احنا هاي النقطة نوقف عند حدها، احنا ابدا ما مقبولة من عندنا بانه يكون السيارات الخصوصية تعمل بهذا، لان احنا اهم معروفين. شيء نفكر السيارات معروفين.
نفكر مصالح الناسنا. اي واحد سائق تاكسي ومصبوغه هذا كعراق بانه سائق سياره مصبوغه صفراء ويعمل، ما عندنا مانع بانه يكون. بعدين شنو المانع بانه يكون شيء هويات من عندنا، من احنا يكون نعرف بانه منو من عندنا مشارك ويا هذا، يكون احصائيات دقيقه. هسه تريد تعرف كم سائق تاكسي عندك ما تعرف، كم سائق تاكسي يعمل وياهم ما تعرف. هذا احنا نريد شكل اصولي ومضبوط، احصائيات عندنا باشر عقبه، المراجع من يصير فد حادث فد حاله يطلب من عندنا حتى يكون يعني صاحب الشركه يجب ان يرتبط معاكم في كل صغيره وكبيره، يرتبط معانا ويكون عضو اساسي ضمن العملهم. طيب شكرا جزيلا. استاذ رسول، يعني اي تطبيقات اللي احنا نعرفها من مصلحه المواطن، شنو الضرر اللي لحق بيكم؟ استاذ احنا اولا نحب ننوه على شغله، احنا مو ضد التطبيقات، ولا احنا مو ضد التطبيقات ولا احنا ضد التطور. طيب زين، بس شنو المشكله؟ انه يعني هسه احنا واجهنا هجمه كلش كبيره، يعني مش من خلال التعليقات والمنشورات، هجمه يعني كلش كبيره. زين، من قبل المواطنين؟ من قبل المواطنين. هذا التطبيق يخدم المواطن. طيب يخدم المواطن، وهذا اللي احنا نريده. يعني احنا اصلا احنا عندنا نشاطات بالجروب كنا نخدم اهالي كركوك، هاي مدينتنا لازم نخدمها، هذا واجبنا. زين، من خلال سلات غذائيه برمضان، من تصليح طاسات وصبات، احنا عندنا هاي كلها منشوره وقناه مصورها. بس احنا هسه هاي الهجمه يعني ما اشوفها مستحقينها احنا. ليش؟ لان اولا الاعلام من اجى من التقى بينا احنا خلينا نقول ممثلين عن سواق التاكسي، احنا ما حكينا احنا ضد التطبيقات، بس انت ما تقدر يعني تلزم مئات السواق الواقفين، هذا يحكي انا ما اريد التطبيق، هذا ما، احنا مو ويا التطبيق، احنا نريد التطور حلو، بس انت مو تجيب خصوصي وتشغله ويانا، احنا هم مو ضد الشباب. بس المشكله مشكلتكم ويا السيارات الخصوصيه. نعم، احنا مو ضد الشباب. مستعدين يعني تشتغلون ويا التطبيقات؟ عادي احنا نشتغل ويا التطبيق، بس احنا كسيارات اجره، يعني انا اشتريت سياره جديده، هاي سياره خصوصي، انا عندي سياره خصوصيه. نعم. يعني شلون التحق بيهم؟ انت ليش ما تلتحق؟ انا سياره خصوصيه والتحقت بيهم. نعم. انتم ليش ما تلتحقون بهذه التطبيقات؟ اصلا استاذ هو اصلا يضرني كاني سائق تاكسي. انا قلت لك يعني ذكرت لك قبل، اصلا عدد التاكسي هوايه، يعني ما يكفي، ما راح يكفي، الرزق ما راح يبقى. يعني هو الله خلى كل شيء سبب، احنا نعرف الرزق على الله، بس كل شيء له سبب. يعني هذا سبب اساسي انه سيارات الخصوص، احنا مو ضد الشباب ومو ضد التطبيقات، احنا الشباب حالهم حالنا يريدون يسترزقون. طيب بالمحصله شو تريدون؟ استاذ بس خلي اخدمك بهاي السالفه، احنا الشباب مو ضدهم. هسه عامه الناس عبالهم الرزق، يقولوا الرزق على الله، انتم ليش تحاربونه؟ هذا الشاب عنده سياره خصوصي جاي يشتغل، حبيبي احنا مو ضدك، احنا نحب انت تشتغل، اي شاب يشتغل انا احترمه واخليه على راسي، بس انت لازم تشتغل بصيغه قانونيه. يعني هسه اي صاحب عمل او اي مجموعه عمل او اي عنوان وظيفي ما راح يقبل انه يجي واحد يزاحمه برزقه بصيغه غير قانونيه. يعني انا اعتبر السياره هسه وزاره النقل من انطت هذا الشيء، انا اعتبره يعني ضد قوانينهم هم نفسهم. شلون يعني انت ليش خليتني انا اصبغ سيارتي تاكسي اصفر واشتغل وتحاسبني على كل صغيره وكبيره، بس تجي انت تنطي حق للتطبيقات انه وتنطي تشريع انهم يشغلون خصوص. شكرا استاذ رسول. طبعا ويانا مجموعه من سواق تاكسي كركوك حاضرين ويانا، بس قبل ما اروح يم السواق استاذ وحددين، نعم ام لا قانونا يعني الموظف يقدر يشتري سياره اصفر تاكسي؟ لا. شكرا جزيلا. اهلا بكم من جديد خلال برنامج احدى حلقات برنامج بعد الفارزه. نتطرق الى موضوع مشاكل النقل، وانتم سمعتوا الاستاذين العزيزين تحدثوا عن هذه المشاكل. ابدا معك طبعا ويانا استاذ الشيرزاد ابراهيم مدير اتحاد تاكسي كركوك. شكرا لحضورك في البرنامج. استاذ شيرزاد، انت كسائق تاكسي ومدير اتحاد تاكسي كركوك، لماذا ما تسجل سيارتك بإحدى التطبيقات؟ تمام، سؤالك حلو. أعرف أسجل وين أسجل؟ وين مكاتبهم؟ مثل ما سجلوا السيارات الأخرى اللي موجودة. وإذا صار شيء من المسؤول على هاي المستمسكات والشغلات اللي يدزها لهم؟ من المسؤول؟ إذا محافظة هو ما يدري مكانهم وين، طابين المحافظة ما يعرفون هاي التطبيقات. وهاي التطبيقات يمكن ما عندهم مكان. ما عندهم مكان، ما يصير. أنت من تريد تروح على تراجع أي مكان
اي دائره بها موظفين، بها مدير، بها حرس، يعني كل شيء لازم بيها. عندهم مكتب. لازم عندهم مكتب. أستاذ انا وليد، اروح لازم أسجل. عندهم مكتب. نعم لازم عندهم مكتب وماكو معروفه مكتب. متواجده اعلان وحتى ناس يقدر ينتسب نفسه. نعم وحاليا ماكو. بغداد حاليا ايضا ما- ماكو. نعم بغداد اكو استاذ، بغداد اكو عندهم مكاتب. عندهم مكتب، وهم هنا حاليا حتى من استاذ قانوني بمكتب ست انتصار خابرتهم، سال شو اسمه القائم على هذا المشروع، قال له بكركوك عندك احد تدز لي اياه على مود احنا نتفاهم وياه؟ قال بكركوك انا ما عندي مكتب رسمي، مجرد محل صغير لازمينه مخلين بيه يمكن موظفين ومخفي، مكان مخفي. اي اصلا ما معروف نعم. المكان يعني. اذا عندهم مكتب تسجلون يمهم؟ اذا عندهم مكتب اكيد نسجل. واذا يفكرون بانه هاي السيارات الحديث الخصوصي جاي يسجلوها، يقولون هذول السيارات خصوصي وحديث، احنا سياراتنا جاي تلاحظ فوق ال 10,000 سياره بس حديث من 2020 لحد 2025 كلها حديث وكلها تبريد. المواطنين يحبون هاي السياره، يساعدونه بهاي السياره. المواطن طبعا اكيد يريد راحته. هسه ليش اكثر شيء يروح على تطبيقات؟ لان الكراوي مالتهم واتصور السعر ارخص يعني ما سعر تصرف، التاكسيات حتى ما تصرف تطلع فلوس البنزين همينه. شنو القصه ما يعني؟ تصرف. تعرفون شنو القصه؟ شنو غاية السيارة؟ اكو سيارات 6 سلندر يسجل بالتطبيق ويروح ب 2000 دينار و 3000 دينار مسافات بعيدة. يعني انت حتى بفلوس البنزين ما جاي تطلع شي يصرف لك، بس اريد افتهم هاي الشغلة، شي يصرف له يعني؟ حكومة يعني ما جاي يتابع هاي الموضوع. هو يجب على الهيئات طبعا ان تراقب هذه ما يجري في التطبيقات. نعم استاذ. من بغداد ومن بغداد الى كركوك. انا طبعا تحدثت مع اداره كركوك، يعني مصادر اذاعه كركوك ومجلس محافظه كركوك، يقولون لا توجد اي مكاتب في كركوك، لا توجد اي تواصل مع هذه المكاتب او هذه التطبيقات في كركوك. استاذ يعني احنا عن طريق النت بدنا ندخل على هالبرنامج نشوف المبالغ اللي يطلبون منا، يعني مبالغ يعني قليله جدا. قليله جدا. الناس غير معقوله. بس المبالغ الموجوده غير معقوله. غير معقوله، يعني ما واقع حالنا الاقتصادي اللي يعني هناك خلف هذه التطبيقات. مثل ما تفضل اخونا العزيز، يعني فلوس البنزين ما يقدر شلون يمشي، بس احنا بدنا نفسره بانه يريد يكسب ناسه من بدايه المشروع، بدايه خطوات الجديده، يريد بهذه الامور يكسب الناس، ويريد بالشكل ياخذ مثل ما يقول حال الشعب كله ويرغبون الى حتى يقدروا يسكتون الطرف الاخر. نعم. احنا مع هذا احنا ويا الاخ يعني نتمنى بان يكون معروفه، دائره معروفه يقدر يستفسر ويقدر يجاوب منا. احنا كنقابات نقدر ندخل وياهم بامور حلول، بامور استفسارات، هذه طيب. شغله مخفيه. شكرا جزيلا. هل لديك ملاحظات اخرى؟ نعم بخصوص التطبيق. هسه انا حاليا جاي ادفع مال هيئه، شهري ادفع، نعم، سنوي ادفع، سنويه 33,000، شهريه 3000. كل السيارات التاكسي لازم يدفع. كل السيارات التاكسي ما لازم يشتغل يدفع هم. كل شهر. اذا تتاخر يغرمك 20,000. يعني انا اذا اشتري سياره تاكسي لازم ادفع شهري حتى لازم ما اشتغل؟ شهري. ماكو تشتغل ما تشتغل مشكلة، لو تنومها بالبيت سنه راح تدفع كل اللي فلوسها. انا هنا ادفع واروح على هذا الشركه هم ياخذ مني، اذا باشر عقبه شركه ما نفتح ببلاش الشغله هيك ويعطيك فلوس مكافآت وهاي السوالف، لازم ياخذ منك نسبه منه. يعني تشتغل 100,000 تاخذ منك 18,000 دينار. صح. هاي نسبه لها. طيب. فانا جاي ادفع النقابه ومنها ادفع، والنقابه الغوها فد مال الهيئه الغوها، لان المواطن منين يجي؟ صح. والكراوي مالته فدوا بقليل. شكرا جزيلا. هل هناك يعني خلف هذه الأحداث السعر السيارات عالي، هل هناك شيء خلف هذه الأحداث؟ هل ترى شيء؟ والله أستاذ صراحة يعني هو الكسب فقط أم هناك؟ أستاذ ذكر، هو صراحة ذكر أي مشروع بداية أنت تريد تكتسب زبائن، هذا التطبيق مو يريد بس يكتسب زبائن، يريد يكتسب سواق همين، يجمع أكثر عدد ممكن من السواق على مود يشتغل. بس حاليا هذا الوضع ما راح يبقى، بس اتصور شويه السعر ارتفع حاليا. السعر شوي ارتفع بالتطبيقات. السعر ارتفع، بالاول كان قليل جدا، هسه شوي ارتفع. استاذ حاليا هو فتره بس ترويج، يعني جاي يشغلك ما جاي يربح من وراك حتى ما تقدرون تصبرون شويه؟ استاذ احنا نصبر، احنا هسه اني بالنسبه لي او بالنسبه كافه سواق التاكسي زين
احنا مو سالفتنا مو يم الصبر، احنا نسجل وياهم بس تكون خاصه شو اسمه سيارات التاكسي، واحنا يعني مو ضد الشباب، ذكرتها مو ضد الشباب اللي يريدون يشتغلون، اهلا وسهلا، بس خلي يجيب سياره تاكسي تعال اشتغل اهلا وسهلا. طيب شكرا جزيلا. نعم تفضل، الاسم؟ يشار. شوي ارفع المايك. يشار نعم. مصطفى. نعم استاذ احنا نريد بس يبطلون الخصوصي، نعم بس ينزلون تاكسي وشويه يسوون تعديلات بالكراوي، يعني الكراوي قليله حيل يعني. ايوه بس هاي ايه الكراوي يعني ما يصرف شوي الكراوي. الكراوي هم يرتفع مو؟ استاذ ذكر الخصوص يعني يقول بس السيارات الخصوصيه هم اي والله ما هو الخصوص. الكل يعني ضد إيه. هاي الحاله اكيد، ينزلون الاجره والكراوي شويه يساعدونا يعني، فهذا مره قليل يعني. بس هاي الملاحظه. شكرا جزيلا. تحول. تفضل اخي، الاسم؟ مؤمن جاسم. نعم تفضل. حسب ما هذا التطبيق يعني جاي بكربو حاليا، يعني معاناتنا احنا الخصوصي، فالاخ ذكر واستاذ شيرزاد ذكر والاخ ذكر الخصوصي، احنا مو بس الخصوصي سالفه خصوصيه، يعني احنا مرات نتعاون ويا القوات الامنيه صراحه، يعني احنا مرات نصعد شخص بانه نشك به بشغله بامور مثلا امنيه، احنا اكثر المرات نخابر 911 ونبلغهم عمي نزلنا شخص هيك وهيك في فلان مكان، يعني هذا مساعد القوات الامنيه، يعني هذا الخصوصي شي خابر شي يقول هو منو صح لو لا، يعني احنا كسواق تاكسي معروفين وندفع النقابه وهذا يعني معاناتنا هذا احنا ندفع النقابه ونساعد الحكومه قوات الامنيه، واكثر المرات احنا عندنا بيج رسمي موبايل محفظه مستمسكات يضيع احنا ننشره شو اسمه البيجات الخاصه لنا. شكرا لك استاذ. شكرا جزيلا. هل لديكم ملاحظه اخرى استاذ؟ استاذ احنا ملاحظتنا يعني انا ذكرت احنا لاقينا هجمه كلش قويه من شو اسمه، يعني احنا اهل كركوك احنا قلنا التطبيق احنا مو ضده، هم فاهمين الموضوع غلط. تطبيق امن، يعني تطبيق انت احنا مو ضد اول التطبيق. ما تطلب سياره نعم. رقم السياره يجيك، نوعيه السياره نعم. واسم السائق هم نعم. مو؟ احنا موجودين من هذه المعلومات كلها استاذ، بس احنا ننوه على احنا لا ضد الشباب اللي يريد يشتغل ولا ضد التطبيق، احنا مجرد نريد شغله قانونيه، يعني مو قانونيه انت تجيب سيارات خصوصي تشغلهم، شاب يريد يشتغل سوي سيارتك تاكسي تعال اشتغل اهلا وسهلا بك. استاذ بالنسبه للتطبيق احنا شفنا خاصه بالدول الجوار صدق يعني طريقه حضاريه وحلوه ونظيفه وامنه، يجيك السياره رقمه وتيجي تصعد به وما تساله ايش قد ما يجي، يعني حتى سعره يجيك مهلقد تنطيه ويوصلك الى انت تدفع من الموبايل. يوصل تنطيك اخر النقطه اللي تطلبها انت، بس شنو استغلت هذا؟ احنا هسه مثلا واقع حالنا كعراق او ككركوك نشوف احنا اللي يعمل داخل المحافظه تاكسيات عندنا وعدد كبير، وبعدين احنا لا ننسى بانه البطاله الموجوده عندنا بين الشباب استاذ العزيز، البطاله الموجوده عندنا بين الشباب، هسه لو اكو شغل عمل او تعيينات يعني بدك تشوف هالقد سواق تاكسي ما كنا نشوف هيك، يعني هم لا يعني لا شو اسمه عندهم ما عندهم شاره مثل ما يقول، جاي مشتري تاكسي ويشتغل على هذا، وبعدين احنا بدنا نشوف الاجور اللي القليله اللي ياخذها التطبيق، لان شوفه هو موظف او عنده عمل اخر مشارك بالتطبيق حتى لو يجي له يوميه كروتين ثلاثه هو مستفاد، مو مثل السائق التاكسي يحسبها حسابات، تشوف الساعات يفتر، صارف البنزين، مستهلك التايرات، مستهلك التطبيقات مو شغلهم الرئيسي. نعم احتمال موظفين. اي نعم للونسه. للونسه تسمى. نعم انا اعرف موظف غازي الشمالي يداوم راتبه فوق المليونين ونص وهو انسان كلش متمكن، يعني اكو شخص وجه له سؤال قال له انت محتاج هذا التطبيق تشتغل به؟ قال للونسه. صراحه. نعم تفضل. الاسم؟ اياد طارق فايق. نعم تفضل. استاذ يعني فد مره هاي الخصوصيات مدمرنا. يعني صراحه تاكسيات كلهم اكتريته يعني اكو مكانات نوقف بيها مرور يحاسبنا يقولون انتو الجوال، احنا نشوف الجوال نفتر تمام بس كراوي ماكو بالشارع. صراحة خصوصي مدمرنا، لازم هاي التطبيقات يصير بس للتاكسيات ما يصير للخصوصي. احنا ندفع شهريا ندفع سنويا، يعني استاذ ما معقولة. صح. شكرا جزيلا.
أستاذ وحددين، يعني بالنسبة للتاكسي يعني هسه صاير تجارة فوضوية أكثر مما يكون خدمية. نعم. يعني هل بإمكان حل مشكلة كسؤال أخير، يعني هل بإمكان حل مشكلة السيارات الخصوصية من قبلكم من الحكومة؟ والله أستاذي هذا الشغلة هذه المهمة، مثل ما يقول إيد واحدة ما تصفق. إحنا لازم تعاون بين منو؟ تعاون، خاصة شرطة المرور، مديرية المرور كركوك، يعني يكون تتعاون ويانا مثلا في تقييم عمل السواق التاكسي. هي خدمة مشرفة وخدمة إنسانية تقدمها لكل أبناء هالمحافظة، يعني يسمح لهم أماكن وقوف، وبعدين ما ينطي مجال للسواق السيارات الخصوصية بأن يقوم يزاحم على النفرات أو يصعد النفرات بأماكن اللي مخصصة لسيارات التاكسي. هذه الأمور إذا تتعاون الجهات المعينة كلها بأنه يكون كردع للعاملين السيارات الخصوصية، حتى يكون هذول مصدر رزقهم مثل ما يقول على هاي الشغلات. نعم. الأستاذ وحددين محادين، ممثل نقابة العمال في العراق والمتحدث باسم اتحاد تاكسي كركوك، الأستاذ رسول عبد الكريم، شكرا لحضوركم، وأنتم سواق تاكسي كركوك من ضمن اتحاد تاكسي كركوك، شكرا جزيلا لحضوركم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.